أنا عراقي مقيم بالأردن طول حياتي، ورحت أشجع العراق بمباراته ضد الإمارات. ورا ما راحت علي الطيارة الأولى مال البصرة، حجزت طيارة ثانية لبغداد، ومن بغداد أخذت سيارة للبصرة. طبعا الطريق كان 6 ساعات. متجهين إلى البصرة بسيارة اسمها أوباما. عادي، كل شيء غريب بالعراق. وصلت البصرة وارتحت شوية، وراها تسلحت بالتيشيرت مال المنتخب العراقي وانطلقنا للملعب. وهنا التقيت بمشجعين اماراتيين كلش محترمين. وراه دخلنا الملعب، وبعدها اكتشفت المقعد مالتي راح ينزل من فوقه التيفو اللي راح يجمع بين العراق والامارات. بدا النشيد الوطني وصعدت يمي الوطنيه من سمعتي. وراها الامارات سجلت الهدف الاول. طبعا صوت المشجعين الاماراتيين اللي عددهم كلش قليل كان اعلى من صوت الجمهور العراقي اللي تارس الملعب. بس اكيد من اجى هدف التعادل الجمهور اختلف 360 درجه، صار يشجع من كل قلبه، حس انه اكو امل للتاهل. واني صرت اشجع من كل قلبي، وصعدت يم الغيره. وهنا الحكم راح يشوف الفار على مود اكو احتماليه ضربه جزاء. هنا اجى واحد من اغلى الاهداف بتاريخ المنتخب العراقي، واللاعبين كلهم فرحوا والجمهور تخبل، واني يمنات تخبلت. وهاي الاجواء واحنا دا نطلع من الملعب، وحرفيا هاي احلى مباراه فرجتها بتاريخ حياتي.